عليكم. اليوم حبيت نبارطاجي معاكم الريسيت هذه اللي عملتها ناجحة على الاخر، اللي هي البوريك التركي، وميم طون نكسروا بها على البريك متاع العادة متاعنا ونبدلوا بها الجو المطعم. اول حاجة باش نبداو بها هي الفخسي متاعنا. دونك انا خديت اللحم مفروم والسبناخ وذبلتهم في شوية زيت وفوحتهم، وبعد هذيك زيت الفرماج. هما نورمالمون يعملوا فيها فرماج الفيتا، اما انا ما نحبوش ومالح ياسر ما يعجبنيش، دونك حطيت فرماج ربي. نتوما تنجموا تحطوا اي فرماج يعجبكم، وقصيت شويه زيتون باش نخلط الفخسيه هذه كليكا مع بعضها. وخذيت لهنا البات فيلو هذه من عند الاتراك. توا باش تاخذ بالورقتين كما شفتوا لهنا. ما تنساوش حاجه مهمه، تدهنوا الورق او الورقه نتاعكم بالزبده. انا نسيت، حضرت الزبده والبانسو مي نسيت. وتحطوا الفخسيه نتاعكم بعيده على الحاشيه، وتلفوا بالطريقة هذه سهلة على الاخر. وتحطوا في البلاتو متاعكم، البلاتو يكون سواء مدهون بالزبدة سواء فيه البابي كويسون هكاك ما تلصقلكمش. توا باش نصب عليه الخليط هذا. توا نكتب لكم المكونات نتاعو تحت الفيديو. بعد كما تشوفوا لهنا قصيت بالسكينه، قسمتهم هكاك بالطول، ورشيت شويه سينوج والا شويه جلجلين. حطوه في الفور يطيب على 200 درجه حتى لوين تحمر السرفاس الفوقانيه. وهذه هي البنه بعد ما طابت. وصحه وبشفاء ليكم. حسيلو بالحق بنا بنا بنا، نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم.